I see you wanted man inside the deeper core. صباح الخير يا جماعه، عاملين ايه النهارده؟ انا حاسه ان انا بقالي كتير قوي ما صورتش، كتير قوي. انا اخر مره مصوره يعني بصوا النهارده الخميس اللي هو 7 تقريبا او 6/1 قبل ما الفيديو ينزل لكم بيومين يعني. واخر مره صورت الفيديو بتاع الاسبوع اللي فات كان يوم الاثنين اللي قبله. فانا بقالي كده بتاع ايه 10 ايام مثلا ما صورتش، فحاسه بغرابه. المهم يعني النهارده بقى هوريكم روتيني الجديد بما اننا جات لنا اجازه كده من حيث لا ندري، وفجاه بقينا فاضيين وكده. فهوريكم الحاجات اللي بعملها في اليوم والحاجات اللي عايزه اعملها. انا هحاول النهارده يكون يوم برودكتيف حتى لو مفيش مذاكره عادي، بس هيبقى يوم برودكتيف ان شاء الله. وهكلمكم شويه عن هذاكر ولا لا، هعمل ايه في الاجازه دي، طب اللي عايز يذاكر يعمل ايه، طب لو عايزين نستغلها في حاجه معينه نعمل كده زي كده. يعني هنرغي النهارده كتير في حاجات مختلفه. انا حاطه تو دو ليست الحاجات اللي عايزه اكلمكم عنها النهارده، ان هو يبقى يوم متنوع كده، هنعمل فيه حاجات مختلفه بما ان اليوم مش هيبقى كله مكرس للدراسه. بالنسبه بقى للناس اللي عايزه رايي بس الحاجه اللي انا حابه اعملها ومرتاحه اعملها، انا في الاجازه دي لا هاخد اجازه فعلا على الاقل 3 اسابيع، يعني ان انا ارتاح شويه. مش هناخد اجازه تاني يا جماعه بعد الامتحانات، وانا مش هقعد السنه كامله ورا بعض. فلا هاخد اجازه، محتاجه اخد اجازه بجد، مش اللي هو اجازه انها ارتاح شويه واقلل الضغط شويه، لا هاخد اجازه خالص يعني. ما عدا خاصه ان اصلا يعني في كل المواد احنا مخلصين المنهج، المدرسين بتوعي ناقص المراجعه، وكده كده مش هراجع قبل الامتحان بشهرين مستحيل. فهسيب خالص بقى ما عدا البايو. المستر لسه بينزل فيديوز لان احنا لسه ما خلصناش المنهج، والحصه لسه بتنزل كل اسبوع. وكنت قايله لكم قبل كده في فيديو ما يعني ان الحصه بتنزل لحد وبتتشال لحد اللي بعده، فانا لازم اشوفها في فتره ما خلال الاسبوع، فانا هبقى مضطره يعني. بس مش مشكله يعني، لو انا هاخد اجازه بالكامل وفي ساعتين في الاسبوع اتفرج فيهم على حصه البايو دي مش ازمه، فهشوفها عادي. هو النهارده الخميس وانا بصور الميعاد اللي انا في العادي بشوف فيه حصه البايو، بس انا ماليش نفس غالبا مش هشوفها النهارده، ممكن اشوفها السبت مثلا او بكره يعني. طيب لو انت حد عايز يذاكر، عشان برضو سؤال استغل الوقت ده في المذاكره ازاي، الجماعه جالي بشكل غريب في اخر اسبوع. فبصوا لو عايزين نصيحتي فاظن ان انتوا حاولوا تذاكروا بقى المذاكره العاديه، ان خدوا بالكم لسه في وقت كتير، على الاقل شهر ونص قبل ما يبداوا يجي يوم 20/2 ده عشان يحددوا مواعيد الامتحانات. ف يعني بصوا ما تضغطوش نفسكم قوي، انتوا مش مزنوقين في اخر اسبوعين عشان تعملوا اللي مزنوقين في اخر اسبوعين بيعملوه. ممكن بقى مثلا تاخدوا في اليوم مادتين، تذاكروا من كل واحده فيهم درس 2 زي ما تحبوا وتحلوا عليه، فهتلاقوا كده الايام بتعدي وانتوا بتخلصوا المناهج خالص، وهتلاقوا المناهج خلصت بسرعه جدا. وبعد كده بقى تسيبوا المراجعه بقى هي لفتره الامتحانات، يبقى حلو جدا براحتكم يعني. بس المهم ما اظنش ان انتوا محتاجين تضغطوا نفسكم، وخدوا بالكم ان لسه في وقت. المهم ان انا حاطه تو دو ليست في البوليت جورنال، بس احنا بدانا السنه وبدات استخدمها ويلا سعادتي يا جماعه، انا مبسوطه بيها قوي، وهكلمكم عن الموضوع ده بعدين النهارده برده عشان انا ليا مزاج ارغي. الحاجات بقى اللي المفروض اعملها معاكم النهارده، انا حاطه تو دو ليست بقى بالحاجات اللي هنعملها النهارده وكده، اوريكم شويه من الحاجات اللي ممكن اعملها بما اني فاضيه، والحاجات اللي عايزه اهتم بيها في الاجازه دي وكده. الفيديو النهارده يبقى مليان رغي، وهحكي لكم عن حاجات مختلفه وازاي بستخدم حاجات مختلفه، ازاي هستغل الاجازه، كل الحاجات دي. اتمنى الصوت القوي ده ما يبقاش طلع في الفيديو، لو طلع في الفيديو فسوري جدا مش هعيد. المفروض اول حاجه كانت ان انا اعمل معاكم الفطار بقى وافطر معاكم الحاجات الحلوه دي، لان دي حاجه جزء كبير من اليوم، بس انا ماليش نفسي اكل، ماليش نفسي خالص، مش قادره. فهعمل قهوه واحاول اقرا، ويا رب النت يبقى جدد عشان اشوف المسلسل. مش هشوف حصه الباي النهارده خلاص، قررت لا عايزه يبقى يوم ممتع اكتر. عايزه اخطط معاكم الكونتنت النهارده واوزعه على الاسبوع، واعمل تخطيط الشهر الكام اسبوع الجايين، اوزع كام حاجه عليهم واعمل مكانهم يعني في البوليت جورنال، وارغي معاكم في حاجات كتير. في حاجات كتير هتتعمل النهارده، فيلا بينا يا رب ما اتعبش وما كسلش في النص. النت ما رجعش لسه، وانا مش هعرف اشوف الحلقه، ومش هفتح الداتا اشوف بيها الحلقه لان انا ممكن احتاجها وانا بنزل الفيديو. فحاجه من الاثنين، يا اما اتفرج على فيلم عشان انا زهقانه او اعيد فيلم من اللي انا بحبهم، يا اما هفتح كورسيرا اترجم عليه شويه بما اني زهقانه ومش ورايا حاجه اعملها. ولو انتم مش عارفين ايه ده، فهو ان انت بتدخل على الويب سايت بتاع كورسيرا، لو انت متقن اي لغه مع الانجليش غالبا بتكون لغتك الام يعني، بتدخل تترجم الكورسات اللي هناك باللغه اللي انت عارفها دي، علشان تبقى بعد كده متوفره على الويب سايت ان الناس تشوفها بترجمه مختلفه. فدي حاجه ساعات بعملها، مش بعملها كتير بصراحه، مش بعملها كتير خالص، بس لما ببقى زهقانه قوي بدخل اعملها، ان انا عادي بحب اترجم، وفي نفس الوقت الموضوع بيبقى لطيف ومفيد للناس بعد كده. فلو انتوا فاضيين ليه ابقوا ممكن تجربوا تعملوا حاجه زي كده، وفي نفس الوقت مش هياخد نت كتير، فسهل افتح الويب سايت يعني، او افتح لللاب هوت سبوت وافتح بيه لو النت ما فتحوش خالص.
بصوا انا هسيب لكم تفاصيل موضوع كورسيرا ده في الديسكريبشن، هبقى اجيب لكم اللينك اللي بيتكلم عنه يعني هسيبه لكم. هو ما بيفتحش، فغالبا هنروح بقى لايه، المكان الاحلى، مكان الافلام. انا مش عارفه ممكن اشوف ايه. من كام يوم كان ليا مزاج امسك سلسله هاري بوتر كده اعيدها كلها، بس رجعت في كلامي لان عندي مسلسلات احلى. ممكن تبقى الصفحه فتحت عشان انا بس، حتى لو مش هعمل في الترجمه حاجه النهارده عايزه اوريكم. وعامة يعني انتوا لو عملتوا في سيرش كورسيرا جلوبال ترانسليتور كوميونيتي دي هتطلع لكم على طول يعني. بصوا يا جماعه ادي فتح. بصوا صفحه مجتمع المترجمين العرب، عشان انا بترجم العربي وانتوا بتعملوا الاكونت يعني بتعرفوا انتوا هتعملوا تبع ايه وكده. انا مترجمه عليه 1278 كلمه، وتقريبا دول عملتهم في قعدتين مثلا، ان هو انتوا بتترجموا دقيقه وتلاقوه مطلع لكم ان انتوا ترجمتوا كميه كبيره، معرفش ليه. المهم يعني ده بيطلع لي بقى انا ترجمت قد ايه. في مكان كده فورمز ممكن تدخل تتناقش مع الناس في اي حاجه انت عايزها. المهم يعني في حاجات كتير لو انتوا يعني بتعرفوا انجلش كويس ممكن تدخلوا تترجموا عليه. انا لو دوست على ترانسليت دي هيفتح لي بقى كل كورسات الويب سايت، وبختار اللي انا عايزاه ابدا اترجم فيه على طول. في كورسات بيبقى الناس اوريدي بادئه فيها فانا اترجم معاهم، حاجات كده يعني. بصوا بقى انا عايزه اكلمكم عن كام حاجه في الجورنال، حاجات حباها يعني. اول حاجه البيج دي اللي انا هضطر طبعا اخبي اللي فيها يعني للاسف. هي content ideas /brain dump، ان اي افكار عندي بطلعها هنا. انا حطيت افكار للكونتنت لليوتيوب، اغلبهم بصراحه كنت حطاهم ورا في تخطيط الشهر، في اللي هو الفيديوز بتاعت الشهر، بس يعني الباقي كملته هنا. وافكار لانستجرام ريلز عشان عايزه اعملها، حطيت 18 فكره وقولوا لي عملتي ايه. ما عملتش اي حاجه بس هعملهم ان شاء الله. في حاجه جميله بقى هعملها معاكم دلوقتي، هو ان انا عايزه الون كام سيركل خلصتهم هنا. احنا الحمد لله احنا لسه في اول شهر واحد، و انا يعني هلون لحد 13,000 الحمد لله، عديناهم بسرعه. فدي حاجه جميله جدا، فعايزه اقعد اعمله دلوقتي قبل ما ابدا التخطيط بتاع الاسبوعين او الثلاثه الجايين. مش عارفه اعمل اسبوع واحد ولا الثلاثه بصراحه، بس يعني زي ما تيجي كده. بصوا القلم الفلوماستر بيعلم ورا جامد للاسف، ودي مشكله كبيره في البوليت جورنال دي، ان الورق بتاعها بيطبع ورا. فممكن الون بالقلم ده علشان بجد الاحمر الخشب شكله بشع، فانا ممكن الون بالجاف، بس الاول هعمل بالخشب وبعدين نرجع نشوف الموضوع ده. انا هرغي معاكم بقى شويه كده وانا بلون. خلال الكام يوم اللي فاتوا بعد 11,000 انا مش حاطه 12,000، انا حاطه 12,000 ونص. المهم يعني خلال الكام يوم اللي فاتوا استخدمت بقى البوليت جورنال والاسابيع. انا فعلا عايزه على فكره يعني مكان التودو ليست بتاع الاسبوع اكتمل تماما، استخدمتها كلها، ودي حاجه جامده جدا. انا فعلا بالنسبه لي موضوع البوليت جورنالز اول مره احس ان انا متحمسه اخطط، او الموضوع بالنسبه لي مريح، او ان انا حاسه ان انا براحتي كده في التخطيط وبعمل اللي انا عايزاه في المكان اللي انا عايزاه، مفيش حاجه حكماني كده يعني. والصفحات بستخدمها بمزاجي، مفيش صفحات زياده كتير كده يعني. فدي بالنسبه لي حاجه سعيده جدا. وبجد يا جماعه لو انتوا كنتوا فشلتوا خالص في التخطيط بكل الطرق زي كده، انا فعلا دي كانت بالنسبه لي مشكله يعني. جربوا البوليت جورنالز، انصح بيها جدا جدا جدا، لان الموضوع جامد قوي. ويعني انا شخصيا اتبسطت بيه قوي، بقت التخطيط بالنسبه لي بقت حاجه جميله. وحاسه بقى بفرق، اللي هو انا عارفه قبل بدايه اليوم وفي اول يوم بقعد اخطط وابص على التودو ليست بتاعه الاسبوع وابص على التودو ليست بتاعه الشهر بس. فهو الموضوع بالنسبه لي حلو جدا وجامد جدا ومفيد جدا، فيعني بجد انا سعيده بيه جدا. الالوان بحته كده مش عجباني بس مش مشكله. بصوا انا كده 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 هعيد على الاحمر ده تاني بحاجه تانية، يعني هو شكله بشع، فايه احنا هنتعايش معاه دلوقتي. بصوا
لسه مخلصه البولت جورنال وفتحت لقيت النت رجع. دي حاجه سعيده جدا. كنت داخله بقى طبعا بكل حماس اتفرج على الحلقه، بعدين ادركت حاجه، ان انا لو بدات الحلقه هخلص الحلقه وراح اكمل المسلسل اللي انا في العادي بتفرج، اللي هو التاني بقى لما اتفرج عليه غير اللي بينزل كل اسبوع ده، كنتش هعمل حاجه تانية بقيه اليوم. فقررت ان انا الاول هفتح شويه في جوجل في اللي هو الكورس بتاع الديجيتال ماركتنج بتاع جوجل، وبعد ما اخلصه ابقى اروح اشوف الحلقه. انا عارفه ان انا مش همسك نفسي كتير، فاللي هو مش هقعد اقول بقى هخلص كل حاجه النهارده قبل ما اشوف الحلقه، لان انا عارفه ان انا مش همسك نفسي. بس هحاول اشوف شويه من الكورس الاول وبعدين اروح اشوف الحلقه بكل سعاده. كورس جوجل ده بقى كان اول حاجه تقريبا اكتشفت بيها اهميه انك تسرع الفيديو، يعني حقيقي بيبقى بطيء بشكل مستفز بقى. وجذب زوار اكثر الى موقعك الالكتروني. هل تريد استخدامه لزياده مبيعات نشاطك التجاري؟ بصوا انا حاسه بكميه ذل وانا قاعده بتفرج على الفيديو، وانا هموت اشوف الحلقه، مش طبيعي. بس عادي مش مشكله. انا فعلا كل الحاجات اللي ببقى عايزه اعملها في حياتي بقرر ان انا احطها في فيديو، عشان انا لما ببدا اصور يعني بتشجع كده ان انا اخلص الحاجات اللي انا فعلا قلت هخلصها، عشان انا بصور. غير كده بطنشها وبتجاهلها عادي جدا. فيعني كل ما ببقى نفسي اخلص حاجه قوي هبقى اطلع اعملها في فيديو. اما تشوف بس هقرا النهارده ولا لا، ده السؤال المهم فعلا. بصوا اليونت دي كلها عن الايميل ماركتنج. غالبا اليونت بتبقى كلها عن حاجه واحده، يعني ده دايما، فهي كلها عن نفس الحاجه، فرق بقى بيتكلم عن مواضيع مختلفه يعني جوه كل درس منهم. درس العادي بيبقى 6 دقايق 6 تاني كده يعني، وبيبقى فيه امتحان صغير. فانا شفت الفيديو ودلوقتي المفروض امتحن الامتحان بتاعه، وانتوا فاضيين كده بتدخلوا على مهارات من جوجل. ده بعيدا الكورس ده من الكورسز الكبيره قوي عندهم، يعني هو كبير جدا وفي شهاده اصلا وكده، انما عندهم حاجات بقى صغيره خالص كده ما تاخدش ربع ساعه، اتفرجوا عليها بتبقى لطيفه. انت الان جاهز للبدء على معلومات محددة يمكنه تحقيق المزيد من الإحالات الناجحة ويساعدك في تحسين وإنجاح آخر الدرس أخيرا وأقوم أشوف الحلقة. من ساعه اخر مره اتكلمت معاكم كنت بشوف الكورس، وبعدين بقى دخلت شفت الحلقه. انا مبسوطه يعني. بصوا هو مهما بعيدا عن احداث الحلقه كانت حلوه ولا وحشه، انا بتبسط بالمسلسل. المسلسل جميل. وقرات يا جماعه، انا مش مصدقه نفسي. المهم ان انا عديت، انا بدات من الصفحه 17 اوكي، وصلت ل 27 وانا مش عايزه اوقف، وكملت لحد الصفحه 31 بس ما بداتش في 31. وده معناه ايه بقى؟ ان هدف الاسبوع ان انا اقرا 30 صفحه من اي كتاب، ده كان تحطها الاسبوع. انا عارفه طبعا الرقم ده قليل جدا بالنسبه للناس اللي هو انت بتعملي ايه، بس انا اصلا مش عارفه اقنع مخي ان انا اقرا، فكل ما احط هدف صغير كل ما يبقى احسن. المهم ال 30 صفحه بتوع الاسبوع خلصوا النهارده الخميس اصلا، وانا الاسبوع عندي بيبدا من السبت، يعني في ناس بتحب تبدا الاسبوع من الحد حاجات كده يعني. فكان خلاص ناقص لي النهارده وبكره، فانا مبسوطه جدا ان انا خلصت بجد. والكتاب جامد على فكره بقى، يعني الكام صفحه دول انا خلصت كده شابتر 1 تقريبا او بارت 1 من شابتر 1 حاجه كده، يعني انا خلصت نمبر 1 في حاجه وهدخل في نمبر 2 بعدها. المهم يعني الكتاب جامد جدا، وكان كلامه بقى اللي هو يا ده انت بتفهم قوي، فاللي هو شكرا يا هدى انت جامده. انا هدخل ابعت لها دلوقتي. على فكره انتوا لو ما تعرفوش مين هدى، عشان انا قلت اسمها كذا مره في الفيديو، ممكن ما في حد بيتفرج ومش عارفها، دي صاحبتي بتعمل فيديوز برضه، وهسيب لكم الشانل بتاعتها في الديسكربشن بوكس عشان لو انتوا ما تعرفوش مين هدى. اتكلمت معاكم على على الكتاب ده يعني في الاخر فيديو ليها برضو. المهم انها قعدت تقنعني بيه كتير عشان ابدا فيه،
واول جزء منه كان حلو فعلا، كان قصه وكده، بس الجزء التاني لا بجد جامد يعني، تحفه، عاجبني قوي، انا مبسوطه بيه ومحمسني كده ان انا اعمل فعلا حاجات حلوه في حياتي، وانا ما بحبش في الدنيا قد حاجه تشجعني ان انا اعمل حاجات حلوه، فانا سعيده. المهم انا دلوقتي تقريبا خلصت اليوم، مفيش حاجه تانية عايزه اعملها يعني. عملت البولت جورنال وشفت الكورس، ما ترجمتش في كورسيرا على فكره خالص، وكنت فعلا عايزه اترجم الاسبوع ده، بس ما اظنش بقى ان انا هعمل النهارده، اقعد بقى خلاص بقى هدخل اكمل اليوم في السرير. الساعه دلوقتي 7:30 وقعدت ارغي معاكم كتير، انا حاسه ان الفيديو هيطلع طويل قوي، انا واثقه ان مفيش حد هيوصل للنقطه اللي انا بتكلم فيها دلوقتي دي، بس مش مشكله عادي، حتى لو ما وصلتوش اتس اوكي، حتى لو بكلم نفسي عادي. المهم يعني وصورت، وهقوم دلوقتي اعمل المونتاج، اتفرجت على الحلقه، وهبدا المسلسل الجديد الجامد اللي انا هموت وابدا فيه دلوقتي برضو يعني. انا بعد ما اسيبكم بقى هقعد لحد ما انام، اعمل مونتاج وابدا في المسلسل الجديد. فبس كده، كان بقالي كام يوم ما عملتش حاجات مفيده في الكوكب، فانا سعيده. هصور كل يوم والله بجد، بالحال ده انا محتاجه اصور كل يوم، اصلا عايزه اعمل لكم ويكي ماي لايف، فعايزه اصور كل يوم فعلا. فبس انا كده خلصت، اتمنى يكون الفيديو عجبكم فاتكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير لاصحابكم عشان نقدر نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. سبسكرايب او اشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان تجيلكم كل الفيديوز اللي جايه. فولو على فيسبوك وانستجرام، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن بوكس، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.